السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم على قناة حلاوة أكلنا مع ندى الحديدي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وسعادة وهنا. النهاردة أو فيديو النهاردة هنعمل مع بعض مكرونة بالبشاميل بطريقة حلوة. بصوا يعني هخليكم تعملوها وهتدوقوها وهتدعولي بعدها. تعالوا مع بعض نشوف هنعملها ازاي مع بعض. يلا بينا. أول حاجة هنقطع الخضار بتاعنا. الخضار بتاعي بصل وفلفل وتوم. تمام. وتكتروا بقى الفلفل وتكتروا البصل عشان خاطر نكتر كمية اللحمة المفرومة. انا عملت 4 بصلات متوسطين وكمان 3 من الفلفل والثوم وكمان جزرايه حلوه كده هبشرها زي ما انتم شايفين. هنزل بالمادة الدهنية بتاعتي وبعد كده اول لما يسخن هنزل على طول عليها بالخضار اللي هو البصل والفلفل والثوم. تمام كده، وهديها تقليبه بسيطه. وانا مش عايزه اديها لون، انا مش هعمل حاجه بصلصه، انا بس هدبلها. تمام كده تمام. بعد كده على طول هجيب الجزر بتاعنا وهديله برضو كده تقليبه حلوه مع البصل اهو. تمام زي الفل. ليه بنحط خضار كتير؟ احنا عايزين دلوقتي نكتر كميه اللحمه المفرومه. كلنا طبعا عارفين اللحمه المفرومه بقت غاليه، او اللحمه عموما بقت غاليه جدا. يعني انا لسه سائله عليها كانت 350. فيعني فاحنا بقى كستات بيوت لازم ان احنا نقتصد ونعرف ازاي نقتصد وازاي نكتر الكمية بحاجات تانية ومش هتضيع طعم اللحمة ولا اي حاجة. بعد كده هنحط عليها ملح وفلفل، وكمان عندي هنا بعد ما حطينا الفلفل نحط دلوقتي شطة وبابريكا وحبهان مطحون وبهارات لحمة. تمام كده تمام. واحط كمان معلقتين او معلقة صغيرة من السكر عشان خاطر انا هحط صلصة اللي هي البيوري جاهزة، فعلشان الحموضة بتاعة الصلصة تهدى شوية. تمام كده تمام. انا بحب جدا 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 ان اقطع عليها عدد مثلا 2 طماطم كده ولا حاجة، اقطعهم صغير زي ما انتم شايفين. وبعد كده احط عليها معلقتين من الصلصة وهديها التقليبة الحلوة. هي كانت لسه مسحتش قوي اللحمة، فتمام هتسيح يعني ان شاء الله. تصبروا بس عليها شوية. بعد كده خلاص، بعد ما ساحت خالص اللحمة معايا وتمام ما نزلتش اي مية اهو زي ما انتم شايفين. انا بحب ان انا انزل عليها كوبايه كده او كوبايه ونص من الميه واسيبها تاخد تدي مع بعضها شويه، بحس ان هي كده تاخد من طعم بعضها وتبقى طعمها حلو واستوت، او اعتقاد مني انها تستوي كده مش عارفه ليه. بالنسبه للبشاميل انا حطيت لتر من اللبن وحط عليها كمان فلفل وملح ومعلقه كبيره من السمنه البلدي ومعلقتين من الزيت للتلميع، واخدها واحطها على النار عشان تغلي. تمام كده تمام. بعد كده علشان اكمل البشاميل بتاعي، والطريقه دي بحبها جدا جدا ما بتبص ابدا، واي بنوته صغيره لسه هتخش المطبخ تعمل الطريقه دي. هحط على لتر اللبن تقريبا 7 معالق من الدقيق وكوبايه ونص من الميه او الشوربه او اللبن. تمام كده تمام. وهقلبها تقليبه حلوه لغايه لما كل الدقيق اللي عندي ده يختفي زي ما انتم شايفين. طيب تمام كده، انا كده خلصت خلاص اللي انا هحطه على اللبن علشان يتقل. تمام كده عشان يبقى بشاميل في الاخر. دلوقتي هروح اصفي المكرونه، والمكرونه ما تسويهاش اكتر من 3/4 سوا، ما تسويهاش تسويه كامله، هي هتكمل السوا بتاعها في الفرن. تمام كده تمام. بعد كده اول لما خلاص اللبن بتاعي داخل ان هو خلاص هيغلي، هنزل عليها على طول بالدقيق واللبن او الدقيق والشوربه او الدقيق والميه براحته خالص، وهنبتدي نقلب بشويش كده وهي بتجمد على طول زي ما انتم شايفين كده. اول ما تبقلل من الجناب كده زي ما انتم شايفين خلاص هي كده استوت بقت زي الفل، ولا كلكعت مني ولا حصل لها اي حاجه، طريقه مضمونه وزي الفل. بعد كده هعلي بقى واحط معلقتين من القشطه. هخليها كده دسمه شويه، وهي كده على طول بعد ما تخلص شلتها من على النار هديها تقليبه حلوه زي ما انتم شايفين كده لغايه لما القشطه بتاعتي تسيح خالص. القشطه بتاعتي ساحت، هاخد بقى الحلاوه دي كلها واحطها على جنب، وتعالوا نجمع الصينيه بتاعتنا. تمام كده تمام. هنجيب الصينيه وانا بنزلش بالبشاميل الاول ابدا. وبعد كده هحط الاول المكرونه وهنزل كده بكبشه او 2 من البشاميل على المكرونه زي ما انتوا شايفين كده، مش هكتر، حلو قوي كده زي الفل.
وبعد كده هنزل كمان باللحمه المفرومه. اللحمه المفرومه كانت تقريبا كانت كيلو، كانت 800 جرام، فانا مش هحطها كلها طبعا. انا هشيل نصها في الفريزر. تمام. بعد كده هنزل بالمكرونه بتاعتنا وهسويها وما تضغطيش عليها. وبعد كده انزل يا جميل في الساحه واتمخطر كده بالراحه. هنزل البشاميل زي ما انتم شايفين كده على وش المكرونه، وهنفرده فرده حلوه، وهنشيل اي حاجه على طرف الصينيه عشان ما تتحرقش. ولو عندك اي نوع جبن انت بتحبيه حطيه فيها. انا عندي ميكس جبن هحطه فيها. انا طبعا يعني اللي عارفني او اللي بيشوف فيديوهاتي عارف انا بحب جدا الجبنه الشيدر، بس جايه عشان اجيبها لقيت الكيلو ب 400 جنيه. يعني لو جبت ربع ب 100 جنيه. خدتها من قصرها واتكلت على الله وجبت ميكس الجبن ده. هنحط طبعا بقيه المكرونه، بقيه اللحمه المفرومه في اي طبق في اي كيسه، بس المهم تكون بردت يا جماعه. انا هفتح دلوقتي تاني عشان هي كانت لسه سخنه، بس لغايه تبرد خالص وبعد كده ادخلها الفريزر، وهنعمل بيها وصفه تانية مع بعض ان شاء الله. 3 المكرونه العسل من الفرن. عايزه اقول لكم طعمها حلو جدا وكريمي وزي الفل. مش لازم ان احنا نقلب المكرونه جوه البشاميل يا جماعه. اعملوها بس بالطريقه دي هتلاقوها خفيفه وحلوه وطعمها جبار. انت هتطلعها كده كده من الفرن وهي سخنه. انا من محبي ان انا اطلع المكرونه من الفرن كده على بقي على طول. ما بستناش تبرد، لازم تكون سخنه نار. هتلاقيها كلها نزلت على بعضها وكلها اتملت بشاميل وكلها بقى طعمها لذيذ. انا وصفتي النهارده خلصت كده وزي الفل وتمام وراضيه عنها جدا. وقبل ما انسى عايزه ارد على الاخت عائشه حبيبه قلبي من المتابعين المحترمين اللي على طول اول لما بنزل الفيديو بيتفرجوا عليه وبيحطوا لي تعليقات حلوه ولايكات عسل زيها. كانت سالاني ساعه النجرسكو، هي لسه سمت نجرسكو. انا كنت رديت عليها في تعليق، بس انا حبيت ان انا اقوله دلوقتي. هو لمجرد للتفرقه، بدل ما اقول انا عايزه المكرونه اللي هي بالمشروم وبالفراخ وبالبشاميل هقول نجرسكو. لو عايزه البشاميل العاديه هقول مكرونه بشاميل بدل ما اقول ام لحمه وبشاميل. فللتفرقه لا اكثر ولا اقل. يا رب تكون معلومه وصلت، ويا رب تكون الوصفه عجبتكم، واتمنى ان تشتركوا عندي في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. اشوفكم مره جايه على خير في وصفه جديده من وصفات حلاوه اكلنا مع ندى الحديدي. اوعى تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس. ولو اي حد عنده معلومه عن موضوع النجرسكو ده يا ريت تكتبوا لي في تعليق وتبعتولي وهقوله مره جايه كمان. سلام.